معركة الملوك الثلاثة هي واحدة من أعظم المعارك التي شهدها التاريخ الإسلامي والمغربي، حيث دارت أحداثها في 4 أغسطس 1578 متراً بالقرب من مدينة القصر الكبير شمال المغرب. جمعت هذه المعركة 3 ملوك: عبد الملك السعدي سلطان المغرب، محمد المتوكل السلطان المخلوع، وسبستيان الأول ملك البرتغال. في القرن السادس عشر كانت البرتغال بقيادة ملكها الشاب والطموح سبستيان الأول تسعى لتوسيع نفوذها في شمال إفريقيا والسيطرة على المغرب. وجد سبستيان فرصة سانحة عندما لجأ محمد المتوكل السلطان المغربي السابق إليه طلباً للمساعدة لاستعادة عرشه من عمه عبد الملك السعدي. عبد الملك كان سلطاناً قوياً وذكياً، عرف بلقبه مثل الذهبي، وكان مدعوماً من الدولة العثمانية، مما جعله خصماً شرساً. رغم مرضه الشديد، قاد عبد الملك جيشاً قوياً للدفاع عن سيادة المغرب. فقاد سبستيان جيشاً ضخماً مدعوماً بالمرتزقة الأوروبيين والجنود البرتغاليين. وفي المقابل، حشد عبد الملك قواته من المغاربة والعثمانيين. التقى الجيشان على سهول وادي المخازن، حيث بدأت واحدة من أكثر المعارك دموية في التاريخ. حيث بدأ سبستيان هجومه بقوة، معتمداً على تفوق جيشه في العدد والأسلحة الحديثة. لكن عبد الملك، رغم مرضه الشديد الذي جعله يقاتل من محفة، قاد المعركة بدهاء استراتيجي. استخدم التضاريس لصالحه وأحاط جيش البرتغاليين. في أوج القتال، سقط عبد الملك شهيداً، لكن لم يعلن ذلك على الفور حتى ليثبت عزيمة الجيش المغربي. بعد معركة طاحنة، انهزم جيش البرتغاليين هزيمة ساحقة، وغرق الملك سبستيان في نهر وادي المخازن أثناء محاولته الفرار. قتل محمد المتوكل أثناء محاولته الهرب أيضاً. فانتهت المعركة بانتصار ساحق للمغرب، مما حافظ على استقلاله وأوقف الأطماع الأوروبية في شمال إفريقيا لعقود. توفي 3 ملوك في يوم واحد: عبد الملك، سبستيان، ومحمد المتوكل. دخلت البرتغال بعدها في أزمة سياسية كبيرة عرفت أزمة الخلافة، حيث فقدت عرشها لصالح إسبانيا. هذه المعركة لم تكن مجرد صراع على العروش، بل كانت ملحمة تاريخية حافلة بالشجاعة والخيانة والدروس الاستراتيجية. بقيت في ذاكرة المغاربة رمزاً للفخر الوطني والانتصار على القوى الاستعمارية.